بيقولوا إن الأرض بتحس باللي بيمشي عليها، بتعرف اللي جواه، بتقراه، بتعرف هو عايز ايه. علشان كده بيقولوا إن الأراضي ليها عقل وليها روح، وفي أماكن ربنا خلقها وسابها، بس ما سابش البشر يقربوا منها. مش عشان هي خطر، لأ، علشان فيها أرواح وكيانات بتصحى لما حد بيقرب منها زيادة. ووادي الموت واحد من الأماكن دي. وادي الموت اللي في أمريكا، في قلب صحراء كاليفورنيا، في مكان الشمس مش بتطلع عليه عشان تنور، الشمس بتطلع عليه عشان تعاقب اللي موجود هناك. السكوت هناك له صوت، أيوة صدقني، له صوت، له صوت زحف أو همس أو حاجة بتتنفس تحت رجليك. لكن أغرب ما في المكان مش الهوا ولا الحرارة، أغرب ما في المكان الصخور. الصخور اللي بتمشي لوحدها، الصخور دي بتتحرك فعلا، بتسيب وراها أثر طويل على الأرض، كأن في حاجة بتزقها. بس ولا حد شافها وهي بتتحرك، ولا حد عارف مين بيزقها وبيحركها. العلم قال كلمته، قال إن الجليد بيتكون تحتها. طيب اديني عقلك انت، الجليد اتكون ازاي تحتها في عز صيف درجة حرارته أعلى من 50، وفي صحراء مفيش فيها نقطة مية واحدة؟ أكيد في حاجة غلط، والغلط ده اسمه شاكور. الأسطورة بتقول إن كان في قبيلة قديمة اسمها تيان باشا، كانت بتعبد كيان اسمه شاكور. كانوا مسمينه إله الصمت والموت والموتى اللي مش بيناموا. فجأة القبيلة اختفت، ومفضلش منها غير نقوش على حجارة وشواهد قبور، بس من غير جثث. وواحد من النقوش دي كان بيقول: إذا تحرك الحجر فات أوان الهرب. أنا وليد، صحفي مصري، وكنت بعمل سلسلة وثائقية عن الأماكن المرعبة حول العالم. سمعت عن ظاهرة الصخور المتحركة الموجودة في وادي الموت في كاليفورنيا في أمريكا. قررت أروح هناك وأصور، لكن اللي حصل ما يتكتبش في مقال وما يتسجلش في بودكاست. ده اعتراف موثق بالكاميرات. الحكاية ابتدت لما وصلت هناك يوم 18 أغسطس، وقابلت مرشد هناك اسمه جاك. راجل عينيه تايهة، كلامه دايما واطي، كأنه خايف دايما من حاجة، مرعوب رعب مش طبيعي. أول ما شافني قال لي: لو شفت حجر بيتحرك ما تقربش، لأن كل حجر بيتحرك بيفتح خدم، ولو الخدم الأخير اتفك شكر بيخرج. ضحكت وقلت له: شبح يعني؟ رد بنبرة مرعوبة مش قادرة أنساها لحد دلوقتي. قال لي: شبح ده إله، والصخور دي مش صخور، دي أختام. انت متخيل ان هو اسمه وادي الموت كده وخلاص؟ بالليل أخدت الكاميرا وخرجت لوحدي عشان أصور. ما كنتش مقتنع بكلامه نهائي، بس الهوا ساعتها كان ساكن، والأرض زي ما تكون بتتنفس. سمعت ساعتها صوت زحف، بصيت قدامي لقيت صخرة سودة ضخمة بتتحرك. الكاميرا ساعتها كانت شغالة، بس اللي ظهر في الفيديو ما كانش الحجر. اللي ظهر كان خيال طويل بيتلوي كأنه من العدم، وكان بيكبر بشكل مرعب. رجعت المخيم بسرعة وصحيت جاك ساعتها ورجعنا الفيديو. ظهر مشهد مش منطقي أبدا، كأن كان في حد تاني بيصور غيري. ظهر 3 علماء من الأربعينات واقفين قدام نفس الصخرة. واحد منهم بيقول: دي آخر تجربة، لو الصخرة دي اتحركت يبقى شاكر رجع. بعدها الكاميرا وقعت، وظهر ظل ضخم
غطى العدسة بتاعة الكاميرا، وصوت صريخ مش بشري أبدا. جاك اتجنن برعب، وفضل يتمتم بكلام مش مفهوم، وخرج بسرعة حوالين الخيمة، وبدأ يرسم رموز حوالين الخيمة بشكل غريب، رموز أنا لحد دلوقتي مش فاهمها. وبدأ يقول كلام كتير، وفجأة بصلي وزعق وقام قايل لي: اللعنة بدأت، انت صورت شاكر وانت بقيت عينه الجديدة، انت ما صدقتنيش. انا ما كنتش فاهم اي حاجة. في الليلة دي السما بقى لونها غريب، والصخور اللي حوالينا كلها بدأت تتهز، وفجأة ظهرت هي، ست ملفوفة بتراب، شعرها نار، صوتها كأنه خشب ناشف بيتكسر. وبصت لي وقالت لي: البوابة اتفتحت وشاكر خرج. فجأة من الصدمة أغمى عليا، صحيت في مستشفى على حدود نيفادا. قالوا لي إن أنا كنت تايه، بس مش لوحدي، وكان في حجر واقف جنبي. ما استحملتش أقعد أكتر من كده. رجعت مصر فورا، وقررت أنسى كل اللي حصل. لكن في كل بيت كنت بروحه كنت بلاقي نفس الأثر على الأرض. وفي يوم لقيت نقش محفور على المراية، ورسمة عين مقلوبة، ومكتوب تحتها: انت ختمت الحجر الأخير. بعدها بكام يوم وصلني طرد جواه شريط فيديو قديم. أول ما شغلته اتصدمت. كان في تسجيل لبعثة من سنة 1947. واحد من العلماء اللي كانوا واقفين كان بيعيط برعب، وبيقول: ما كانتش صخور، دي كانت أختام، واحنا السبب. بعدها جاك اتصل بيا، وكان صوته مبحوح، وقام قايل لي: يرجع الوادي فورا وادفن الحجر، بس اوعى تبص وراك، لو بصيت وراك مش هتموت، هيسكنك. رجعت الوادي، بس أول ما وصلت هناك اتصدمت من اللي شفته. لقيت نسخة مني واقفة قدامي، ولقيته بيقول لي: الحقيقة تمنها غالي. ما كنتش فاهم حاجة، ولقيتني بدون شعور بدأت أحفر تحت الصخرة. بدأت أحفر على شكل عين، نفس الرسمة اللي شفتها في المراية. الأرض ساعتها كانت بتسخن وبتقاومني. لقيت الحجر زي ما يكون بيتنفس. من رعبي دفنته بسرعة، مش متخيل أنا دفنته بسرعة إزاي. سمعت ساعتها همس من جوه الأرض. الهمس كان بيقول: اللي رجع الختم يا بيتكافئ بالنسيان أو بيبتلى بالبرهان. ما كنتش فاهم أي حاجة. قررت إني ما اقعدش دقيقة واحدة تانية في المكان ده. ركبت الطيارة ورجعت مصر فورا. بس الصخرة اختفت، لكن أنا ما خرجتش من وادي الموت زي ما كنت متخيل. أنا خدت وادي الموت جواي. أنا وليد، بصحى كل يوم على حلم واحد، إن أنا جوا حفرة ومش قادر أخرج منها، وتشاكر بيضحك لي بصوتي أنا، وبسمع كلام بيقولي في الحلم: لو شفت الحجر ما تلمسوش، لأن كل حجر بيتحرك ختم بيتختم، وعين جديدة بتفتح. انت شفت وعرفت أكتر من المفروض كنت تشوفه وتعرفه. كفاية إن شاكر شافك وعرفك ومش هيسيبك. ولحد النهاردة الحلم بيتكرر معايا كل يوم، ومش عارف هعمل ايه، ولا عارف نهايتها حتى هتكون ايه.